بصوا يا جماعه بقى، انا اساسا مش عارفه بقى هيبقى ده بدايه فيديو ولا نهايه فيديو ولا ايه الحوار بالظبط. بس انا دلوقتي بعمل ايه بقى؟ بعمل محشي. بصوا قطعت هنا، نقول ايه بس ثواني، مش عارفه هيبانوا من بعض ولا لأ. نعناع انا بغسلهم قبل ما اقطعهم، تمام، عشان برضو اصفي لو في حاجه، لو في اي حاجه. بصوا معلش، بصوا الحوض، بصوا الحوض بقى مليان حاجات دي يعني، ما علينا. بغسلهم قبل ما اعمل علشان يبقى اي حاجه. طبعا الغامق ده نعناع، تمام، وكزبره وبقدونس، تمام كده. كل واحده فيهم رابطه، الربطات بقت قد كده يا جماعه، بقت حتى صغنونه قوي قوي قوي. تمام. انا بقى بصوا يعني لسه عاملاه، لسه ما تلكش، بس قررت ان انا اعمله على طول. طبعا هنا حاطه اللي هم الكويسين يعني. بصوا، بصوا من غير ما افتح، هنا انا مقطعه العروق دي، العروق اللي هي بين ده كرنب طبعا. مقطعه العروق قطع صغيره خالص، تمام، عشان هعملها في الارضيه. ولو في ورق اخضر يعني، بصوا الكرنبايه ما شاء الله عليها ما فيهاش ورق اخضر كتير، كل ورقها طري وجميل جدا. عملت معايا الاتنين دول، كانت كرنبايه صغيره مش كبيره كمان اساسا. يعني انا لما بحب اشتري ولا حاجه بشتري كيلو، بالكيلو، والكيلو بيبقى اقل من ده، تمام، مع ان ده محطوط في نص كيلو، بس عشان هو ميه يعني وكده والله بيبقى اقل من ده. فاضل لي بقى الشبت، هنضفه، قصيته طبعا، وهنضفه بقى. انا اعتبر نضفته برضو، بس هشوف لو في حاجه تانية ولا حاجه. وغسلته، هشوف بس الحاجات اللي فيه و... واعمله. بصوا الالوان، والله شوفي ربنا، نعمه ربنا سبحانه وتعالى يعني، سبحان الخالق. ده شويه شبت يا جماعه، بصوا اللون بتاعهم، بصوا والله يعني سبحان الله سبحان الله. احنا كده طبعا هنعمل كرومب ده كده يعني ما فيهاش كلام يعني. بصوا خلاص بقى، حطيت البصل، ماشي، حطيت البصل، تمام، هسيبه بس يفضل كده. كلنا عارفين انا بفرز بصل وبفرز كمان طماطم. طلعها بقى ايه قدتين، لان انا ايه، شوف اللانش بوكس دي، خلينا مرتبين يا ولاد شويه والله ابدا، ده انا بقى انا الشبه. بصوا مطلعه علبتين كده طماطم، طب عليها صلصه، مفيش صلصه اكتب اي حاجه وخلاص، تمام. دبلت، هحط الطماطم، اوكي، وهوطي بقى النار الصراحه عشان الطماطم عندي مجمده يعني، اوكي، بدل ما يحصل اي حاجه فرقعه. اوكي، ادي اول علبه، وهنزل كمان عليها تاني علبه. المحشي طماطم يعني، لازم نحط طماطم كتير قوي. بصوا اللون، اول مره بقى ايه يعني يديني في الكاميرا اللون الحقيقي، تمام. بس هسيبها كده بقى ايه شويه، بس ننزل ميه، بعد كده ارفع النار عشان بس ما تتحرقش معايا او اي حاجه. خلاص بصوا الطماطم اتسبكت، اوكي. بصوا ايوه، كميه الخضار ممكن تشوفيها كبيره، بس هحاول ابعد عشان اوريكم، لان انا باخد رابطه من كل حاجه. حتى النعناع، في ناس كتير جدا ما بتعملش النعناع ده خالص. لا انا حياتي النعناع بصراحه يعني. بصوا بيقلب بصوا هتدوب دلوقتي خالص، وبعد كده ايه، خلاص كده بصوا هتندمج ومش هتشوفوها يعني. بس دي كتير، دي طويله قوي، اوكي. بنشف يا جماعه فجل وجرجير، غسلاهم وبنشفهم عشان انا بحب الحاجات دي قوي في الفطار، بحبها جدا، بس ما حدش يا بشر بيشجعني خالص، لا الولاد ولا باباهم ما شاء الله المهم يعني انا ايه، خلاص كده زي ما انتم شايفين كده، دي كده ايه، تحط عليها الرز، وان شاء الله ناكل احلى محشي باذن الله. نفسي اوريكم اللون، بس اللون ايه يعني، اللون خارق، لون خارق للطبيعه. بصوا والله اي حاجه بيدخل فيها بعمل حاجه في الفرن، بس يعني الصوت ده مزعج معلش. اي حاجه، ثواني، اي حاجه بيدخل فيها يعني حاجات ربنا كده، تلاقي الالوان جميله كده ومتناسقه. بس صباح الفل عليكم.
بصوا يا جماعه بدات الف اهو في المحشي. معرفش بقى انا لفي حلو ولا لا، والله حلو حلو يا جماعه وصغنطط اهو، بس يعني ما بحاول مش عارفه ليه حاسه انها هتاخد هي لفتين ثلاثه بس. المهم بدات الف فيه اهو، والله المستعان بقى اخلصه علشان هو بس يخلص لفه فخلاص يعني بيتعمل في ثواني. بعد كده نخلصها بقى ونشوف. بصوا خلصت حله المحشي. خلي بالكم الحله دي كبيره، وهو الظاهر اللي انا فهمته بقى بصوا انا كده خلاص خلصت المحشي تمام. آه هو كان كميه صغيره، بس طبعا انا وابني التاني فيا دوبك علينا يعني. تمام ثواني هروح اجيب ايه. ده هعمل عليه شويه بتنجان كده، وانا اللي هاكل البتنجان لوحدي، لان طبعا ولادي ما بيحبوش البتنجان يعني، ما اعرفش ليه. ده انا بعشق البتنجان. كنت عامله البتنجان ده قبل كده على فكره وحطاه في الفريزر. بصوا بعمله عادي واعمله اتبقى مني يعني زاد، فحطيته حطيته في الفريزر. بس بحمره انا بحمر البتنجان عموما قبل ما احطه يعني. ما علينا. اتفضلوا معايا يا جماعه كوبايه نسكافيه. المهم هنا حطيت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل شطه وشويه زيت وملح وفلفل وسكر. تمام. وعملت بيهم كده خليط تحت الجلد كده. اوكي مش عايزه غسلت ايدي بس ما علينا. هغطيهم وهحطهم في الفريزر. تمام. نحط بقى البتنجان ارصه واوريه لكم، بس لو يعني هيترص اي رصه يعني. بصوا يا جماعه هم حبه هم متحمرين. بصوا كنت محمراهم يعني، سبتهم بس يفكوا عشان لو فيهم ميه ما تتحطش على اسمه ايه، على على المحشي. اوكي اللي هو الكرنب. تمام. وهنا ده هعملها مشويه. هنا بقى طلعت بصوا كيس شوربه كده وسايباها لبكره، سايباها تفك يعني لبكره ايه، سايباها تفك. انا ممكن احطها في الميكرويف. ده الفلفل اسود عشان ما فيش حاجه يعني، ده فلفل اسود. تمام. فهسيبها تفك كده وهحطها. هستخدمها هنا بقى، وهستخدمها كمان عشان انا مش هسلق الفراخ. هستخدمها كمان هعمل شويه لسان عصفور. بس كده يا جماعه. خلاص يعني اكله يعني كل جهدها بيبقى في الحشو، عشان انا ما بحبش القعده بتوجعني، بس مش اكتر من كده. لما بقعد كتير بتوجع. اما نشوف بقى النتيجه. طبعا هتبقى تحفه من غير يعني. بصوا اكيد. بس انا على فكره لفه البتاع ده لفه معلم، والله والله عاجبني قوي اللفه بتاعتي يا جماعه تتريقوش عليا. بدأنا في السوا طبعا. ادي لسان عصفور. اوكي. الفراخ زي ما انتم شايفين كده، سيبها بقى تعمل لون وتنزل ميتها، والمحشي قافل عليه. خلاص دخل في السوا يعني. هوطي عليه دلوقتي. فخلاص بصوا الفراخ عملت ايه تحتيها. مش مشكله يعني، كل ده هيتغسل مفيش مشكله فيه. بس يعني يا جماعه خلاص كله دخل في السوا. هيخلص دلوقتي، هياخد نص ساعه بالكتير قوي والاكل يبقى جاهز. الساعه دلوقتي 11 يعني. هنخلص الاكل ومش هناكل طبعا على طول يعني، نتاخر شويه. بصوا الجمال والحلاوه. ادي الفراخ يا جماعه. طبعا المحشي بصوا يعني انا كبيته وبعدين حطيت للولاد بقى لسه اصوره يعني.